بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وبناتي طلاب أولى ثانوي، يلا يا أبطال. هنبدأ المحاضرة الثانية. هنتكلم عن، بس الأول ذاكرتوا المحاضرة الأولى ولا لأ؟ المنطق لغة واصطلاحا وأهميته، وإن ممكن أي إنسان يستخدم المنطق. التفكير المنطقي ليس قاصرا على الفلاسفة فقط وعلى المناطق، وإن استخداماته اليومية. يلا بقى في المحاضرة الثانية هنبدأ مع بعض ناخد في عوامل تؤدي إلى الوقوع في الخطأ. في عوامل بتخليك تغلط وانت بتفكر، ممكن تبعد عنها. في عوامل خاصة بك انت السبب فيها، فبنسميها عوامل ذاتية، نفسية، داخلية، شخصية، فردية. وفي عوامل ممكن تخليك تغلط بس العيب مش فيك، العيب في المشكلة، في الموضوع، في المسألة. يبقى دي عوامل ايه؟ خارجية، مجتمعية، مش بتاعتي. تعال نشوف مع بعض كده. يلا بسم الله. عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. أنا عندي عوامل ذاتية اللي أنا بسميها نفسية، فردية، داخلية، شخصية، إلى آخر. العوامل الذاتية اللي بتخليك تغلط وأنت بتفكر هي التي ترتبط بالفرد نفسه، تركيبته، بنيته الداخلية. ممكن تكون أنت السبب. راجل عاطفي، خلاص، راجل عصبي، تنشئتك الاجتماعية فيها خلل، خلاص، وده عندنا في علم النفس. فانت غير سوي نفسيا، مضطرب نفسيا. فالسبب اللي بيخليك تغلط وانت بتفكر عوامل خاصه بيك. اديك مثال بعيد عن المنهج. البنت القمر اللي بتسمعني والولد المحترم اللي بيسمعني ده، في بنات وفي ولاد بيتسرعوا في الحكم. طب ما هو ده غلط منك. طب بلاش كده، يقوم مختار على طول. لسه بقول السؤال اقول واقول مجاوب. لو كمل للاخر هيلاقي اجابته غلط، وهو اللي هيقول انا غلط. انا اسف، انا اتسرعت في الاجابه. طب ادي واحده فيك. طب اقول لك على حاجه تانية. في طلبه بتتوتر، في بنات، الكلام ده بشوفه كتير في السنتر، بتتوتر وتبقى خايفه جدا، وده يخليها تغلط. يبقى سبب خاص بيكي مش بيا، مش بيا. طيب ممكن تالت، بنات وولاد، بس البنات اكتر برضه بشوف الكلام ده في السنتر. الشباب بتوعي ما شاء الله يعني كويسين، بناتي ممتازين، بس عندهم الحته دي والتركه دي بتضايقني فيهم. البنت حالها كويس بس عندها وسواس ومرض اسمه، لا هي معقوله هتبقى به، لا جيب. تعمل كده في الميني تيست جايبه كام وهي معديه عليك؟ اتنين. اتنين ايه؟ ايه ده؟ تقول لك التمانية اللي انا غلطانه فيهم كلهم كنت مغيراهم والله. وانت ايه اللي خليك تغيريهم؟ هو انا كنت متاكده بس انا خفت فقلت ممكن. اهو التوتر ده عامل خاص بيها، بقعد اعالجها فيه ترم كامل وسنه كامله. كتير مر عليا طلبه شاطره جدا بس عندها مرض اسمه احذف الاجابه. هو معقوله هتبقى ب وتحتها ب كمان؟ لا. في ايه؟ يبقى دي عوامل خاصه بيك. انا قبل ما اشرح باكد لك ان ممكن تكون انت السبب في انك تفكر غلط، او ممكن السؤال يخدعك فيخليك تفكر غلط، او المشكله تخدعك فتخليك تفهمها غلط. يلا بينا نشوف مع بعض العوامل الذاتيه اهي. وفي عوامل موضوعيه اسميها خارجيه، جماعيه، مجتمعيه، لا يسأل عنها الفرد. الفرد ما يتسألش عليها. طب يلا نبدأ بالعوامل الذاتية. يلا الداخلية، الفردية. يلا أول عامل يخليك تفكر غلط هو تغليب العاطفة على العقل. لسه أنا واخدها في المحاضرة اللي فاتت، وقلنا إن أنت لما تستخدم عقلك هيبعدك عن تأثير العاطفة، هيحررك من العاطفة وتفكر بإيه؟ بعقلك. طب تعالى كده، بيقول لك التفكير نشاط عقلي يصدر عن العقل. ماشي، أنا لما بفكر بعقلي كويس. لو اتدخلت العاطفة في التفكير هتغلط. بصوا يا جماعة، أنا اللي أنا أعرفه بصراحة، أي مشكلة بتعرض عليك أنت بتحلها بحاجتين: يا بالعاطفة، بالقلب وما يحتويه من حب وكره و يا إما بالعقل. عايز تفوز؟ يبقى العقل يا ابني. عايز تفوز، عايز تاخد قرارات صح، مش مودينا في داهية غير القلب وما يحتويه. اكيد حضرتك بتسمعني بتقول والله كلامك صح. تمام.
القلب وما يحتويه هو اللي مودينا في داهيه. اديك مثال ان لما احنا بنفضل العاطفه على العقل بنغلط. حضرتك نادي المنطق كده هتقول لك كلامي صح. لما الام بتتغاضى عن بعض اخطاء ابنائها خوفا من عقاب الاب، اخوك يبدا يشرب سجاير، حضرتك بتسمعني بدات تشرب سجاير في المرحله دي، ماما عرفت، تقعد تقول لك يا حبيبي وغلط والكلام ده، وخايفه تقول لباباك علشان ما يضربكش وعشان ما يعاقبكش. عارف هي لو حكمت عقلها، لو حكمت العقل بالعقل كانت تقول لباباك ويفهمك، ولما تيجي تبجح يديك جزء اقلام عشان تفهم الصح من الغلط، وترجع من بدري عن فعل ما عملته مره واحده، افضل ما تسيبك. سابتك بدافع الحب والعاطفه وابني وخايفه بابا يضربه، ما شاء الله سابتك اولى وثانيه وثالثه لغايه ما بقيت ما شاء الله تاجر بتبيع. ماشي؟ بعد ما كنت بتشرب سيجاره، لا ده انت شربت حاجات كتير وما شاء الله دلوقتي بقيت تاجر وكلنا بنيجي نشتري منك. شايف هي عملت ايه؟ هي لو فكرت بالعقل كان افضل من العاطفه. لذلك انا دايما اقول في النقطه دي حاجه حلوه قوي. اقول ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ووضع لنا الدين عقلي وليس عاطفي. اقرا معايا الايه دي كده: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. كمل الايه: ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. مفيش رأفة في تطبيق شرع الله وحدود الله عز وجل. يبقى القرآن والدين نزل عقلي وليس ايه؟ نزل عقلي وليس ايه؟ وليس عاطفي وليس قلبي. مش عاطفي. خلاص؟ ركز في الكلام اللي انا بقوله. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فيجي واحد واحنا بنطبق شرع الله: انا سرقت والله لاني معيش وابني كان تعبان، فانا العاطفه تاخدنا اقول له طب خلاص وخد كمان اهو ويلا روح. لا، حدود الله ما فيهاش الكلام ده. حدود الله ما فيهاش الكلام ده، لازم نطبقها. فالدين نزل ايه؟ الدين نزل عقلي. عشان كده اللي بيمشي ورا العاطفه بيهلك. بنضيع يا جماعه، ما ينفعش. انت راجل بتفكر بعقلك، ما تدخلش العاطفه، لو دخلت هتبوظ لك حياتك. انت ممكن تاخد عند واحد مش فاهم منه: اصل زملاتي بيروحوا وانا مش عايز ازعلهم. هو ده؟ فكر بعقلك. انت مش فاهم مني تيجي عندي ليه؟ انت مالك ومال زملاتك وهم مالهم ومالك؟ كل واحد له عقل. ما انتش فاهم مني روح عند غيري. قيس على كده حاجات كتير في حياتك. قيس على كده كل اختياراتك، في اكلك في شربك في لبسك لازم تحكم عقلك. العاطفه بلاشها. فالراجل بيقول لك هنا العاطفه تتضمن ايه؟ ما انا عارف العاطفه الوجدان. العاطفة كل ما يحتويه القلب والوجدان من مشاعر إيجابية حب أو سلبية كراهية. كل من اللي بيتكلم عن الوجدان. عشان كده أنا ممكن أدي هنا مفاتيح إجابة وأقول خلي بالك: المشاعر، الوجدان، العاطفة، القلب، الميول، الاتجاهات، الرغبة، الى اخره. هديك مفاتيح كتير في المراجعه. كل ده مختار ايه؟ العاطفه على العقل. اصل انا فضلت رغبتي على، يبقى انت فضلت العاطفه. اصل انا ميال لللبس ده رغم انه مقطع وما ينفعش البسه، بس انا ميال له كده وحاسس اني عايز البسه. فضلت العاطفه على العقل. حاجه معروفه. طب كويس جدا. فالراجل بيقول لك الحب والكراهيه والقلب وما يحتويه، لو اتملكت العاطفه من شخص ما هتعمل حاجه من اتنين: يا هتتصدم، ركز بالحته دي، يا تصدم، ركز اهو، يا هتصدم مع العقل تتصدم معاه، او يبرر صاحبها عاطفته بتبريرات معقوله. ركز ركز ركز. لما انت بتفضل العاطفه على العقل، فانت فضلت العاطفه، اجي اقول لك يا راجل بقى بالعقل كذا، يا ابني ينفع كده اللي انت عملته؟ طب ينفع كده؟ مش انا لسه قايلها؟ طب ينفع قصة الشعر دي؟ طب ينفع اللبس ده؟ طب ينفع حاجات كتير بقى. او باباك او مامتك يقولوا لك في البيت ينفع كده؟ لو انت مشيتي معاهم بنفس العقل هتقول لهم لا انا اسفه. وديك بتمر عليا في السنتر كتير. مفيش ولد بيجيب درجه وحشه واقول له ينفع كده، لما يقول لي انا اسف، لا هشد حيلي، لا انا غلطان، ما واجهتنيش
بقالي كام و20 سنه شغال، ما واجهتنيش مع اي طالب ضايع يقول لي ايوه عادي انا حر، ما حصلتش. لما بيحكم عقله معايا اقول له ينفع كده؟ يعني احنا جايين عشان نجيب كذا، مش المفروض نشد شويه؟ لازم يقول لي انا اسف، فعلا الحصه الجايه هصالح حضرتك واجيب درجه كويسه. شغل عقله. او لما نقول لك ينفع اللبس ده او ينفع اللي انت عملته ده، فانت تبقى قايله ما هي اللي شتمتني الاول. انت هنا بتعملي ايه؟ بتحاولي تبرري اللي عملتيه بتبريرات. خلي بالك هي مش معقوله، هي تبدو قدامك ان هي معقوله، اللي هو تقول لنفسك ايوه ما هي اللي شتمتني، ما هي لو ما كانتش شتمتني ما كنتش قلت كده. ايوه ما هو السير هو اللي قال، ايوه المستر مش، لا. خد بالك، العاطفه هتوديك لورا. اول حاجه تخليك تغلط وانت بتفكر ان انت تحكم عاطفتك على الايه؟ على العقل. لازم يبقى كل حاجه قدامك عقلانيه زي بعضها وتبدا تفكر. اتنين، او بص على المثال الاول. يقال في المثل الشعبي بصلة المحب خروف، القرد في عين امه غزال. هتقوم ضاحك وانت بتسمعني. على فكره بيجي في الامتحان، وكنا في ثالثه ثانوي وعلى طول يجي لنا امثال شعبيه. يعني ايه القرد في عين امه غزال؟ يعني يبقى ولد مش جميل ووحش خالص، بس هو في عين امه اجمل ولد في الدنيا. خلاص؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان هو هنا العاطفه هي اللي شغاله، عاطفه الام. بصلة المحب خروف، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بحبك، انت بتفضلني وبتحبني، مديك بصلة حاجة وحشة خالص، شايف البصلة اللي ريحتها وحشة وبتخليك تدمع كده ودموعك تنزل، وهاكلها ازاي؟ بس عشان انت بتحبني كأني اديتك خروف كده. عارف الخروف اللي بيعملوه في السعودية كده على الكبسة؟ ها؟ شايف الفرق؟ شايف مشبه بصلة بايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول لما اكبر حاجة وهي صغيرة زيادة عن اللازم استخدمت العاطفة، ولما أصغر حاجة وهي كبيرة وحلوة بس أنا بقلل منها برضو دي العاطفة. تقلل من الحاجة أو تكبر من، بس خلي بالك بقلل من حاجة بس حلو، بس أنا ببخسها حقها وبقلل منها. أو بكبر من حاجة تافهة ملهاش لازمة، برضو يبقى أنت بتديلها غير حقها. يعني الحاجة الحلوة تخليها وحشة أو الوحشة تخليها حلوة، يبقى أنت كده بدلت. دي عاطفة. ده عاطفة. عندنا في علم النفس اسمها التبرير. مش عايز اشرح طبعا، بس عايز اقول لك ان ايه؟ ان واحد كان رايح كلية الشرطة وهيموت وباعوا ارض وشافوا واسطة، وقع في الهيئة ما راحش، تمام، سقط فيها. تيجي تقول له معلش يا صاحبي ما تزعلش، يقول لك يا عم ازعل ايه؟ الحمد لله انا ما دخلتش يا راجل، انا كنت ممكن اروح واطلع يودوني سينا اخد لي طلقة. ده تبرير. الحاجة الكبيرة اللي كان نفسه فيها صغرها. خلاص؟ او واحد تاني دخل معهد خدمه، مش بقلل من حد، دخل معهد خدمه، تقول له معهد خدمه، يقول لك معهد الخدمه ده مش عاجبك؟ معهد الخدمه دي انا ممكن اذاكر وابقى معيد فيه. وعلى فكره العيال كلهم بيروحوا عشان يقعدوا يحبوا بعض، انا هذاكر بقى واشتغل واطلع الاول. طب انت تعرف ان معهد الخدمه ده في امريكا؟ انا ماله مال امريكا، انا بتكلم هنا. يبقى الحاجه القليله لما يكبرها والحاجه الكبيره لما يصغرها، يعني كل حاجه يقلل منها، ده اسمها عاطفه. على طول يعرف ان هي عاطفه. شوف بصله يوم كانها خروف. خلاص؟ عامله زي المثل الشعبي اللي بيقول لك حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الايه؟ الغلط. انت عشان بتحبني مهما اقول من كلام تقول لا بس مش قصده، لا 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 ده حبيبي في ايه؟ لا عمره ما يقول كده، ما يقصدهاش. طب لو انت بقى مش طايقني، مجرد ما اقول لك كلمه عاديه تقوم انت مقولها ومفسرها لمزاجك وتزعل. فهمت العاطفه؟ تمام. اهو المثال اللي قلته، اهو اللي قلت لك نادي المنطق. تغاضي الام عن اخطاء ابنائها بدافع الحب وخايفه عليهم من عقاب الاب. فايه اللي بيحصل يا باشا؟ لسه قايلين عليها، تغاضي الام عن بعض اخطاء ابنائها خوفا من عقاب الاب، فقلنا غلط. طيب تعالى بقى يا باشا. رقم 2 من العوامل، اللي هتخليني اغلط وانا بفكر، رقم 2 القابليه للاستهواء. لسه انا قايل ان في المحاضره الاولى من اهميه المنطق واستخدام العقل ان هيبعدنا عن الاستهواء. ولسه قايل لك ان الاستهواء في المحاضره اللي فاتت جايه من كلمه الهوى، والهوى
اللي هو السلبي اللي جواك، الفكر السلبي اللي جواك. الهوى، ما ذكر الهوى في القرآن إلا في مقام الذم، حاجة وحشة. ربنا قال في القرآن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما انهي نفسي عن حاجة وادخل بسببها الجنة، يبقى أنا نهيت نفسي عن حاجة حلوة ولا وحشة؟ وحشة، عشان كده بسببها دخلت الجنة، بعدت عنها فدخلت الجنة. القابلية للاستهواء معناها إيه؟ معناها إيه بالبلدي؟ معناها إن حضرتك مش شخصية. ممكن تكون انت السبب في ان انت بتفكر غلط لانك ماشي ورا الناس، مش مستقل، مالكش شخصيه. معاهم عليهم. كله رايح علمي رحت، زميلي اللي بحبه رايح ادبي رحت. طب انا ضعيف جدا مثلا في الجغرافيا في علم النفس، لا هروح. خلاص، معاهم عليهم بلا شخصيه. شخص كالهوى. الهوى مش ملك حد وبتلاقيه في اي مكان، صح كده؟ ملوش ضوابط، انت بتبقى كده. يبقى السبب لما انت تفكر غلط، انت فيك خصله غلط اسمها الاستهواء. ايه بقى الاستهواء؟ سرعه تصديق الغير. والاستهواء ده ربنا سبحانه وتعالى امرنا نبعد عنه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه بتقول فتثبتوا، يعني فتاكدوا. فانت ليه اي حاجه تتقال لك تقوم مصدقها؟ سرعه تصديق الغير ده غلط. سرعه تصديق الغير للي بيقولوه اهو، سرعه تصديق الانسان لكل ما يقوله الاخرين دون نقد او تمحيص. تمحيص يعني تدقيق. ما تفحص، ما تدقق في الكلام اللي بيتقال لك. هو انت ليه كل كلمه بتتقال لك بتصدقها على طول؟ هو فين عقلك؟ ما ميز الانسان الا بالعقل وما كرم الانسان الا بالعقل. فين عقلك؟ وكل حاجه تتقال لك تصدقها ازاي يعني؟ امال انت، هو مش عارف اقول لك ايه، انت هتبقى عاقل امتى؟ والسبب الشخص الهوائي جاي من الاستهواء اهو. الشخص الهوائي اللي كل حاجه بتتقال له بيصدقها من غير ما يشغل عقله، ده هو ده السبب اللي بينشر الشائعات والخرافات، اللي هو التفكير البدائي. شخص بلا عقل. حتى لو بصيت على المثال هتحسه عامل كده زي التفكير البدائي. يقول لك واحده اتجوزت بقالها كتير وما خلفتش، فهو ناس قالوا لها تعالي نوديك للدجال او المشعوذ او الساحر الفلاني هيعمل لك ورقه كذا كذا فهتبقى حامل. قامت راح. مش ده احنا واخدينه في الفلسفه ان ده اسلوب بدائي خرافي ساذج غير علمي غير صحيح غير منطقي؟ مش قلنا الكلام ده؟ طيب يبقى ركز بقى معايا. يبقى انا عايز الناس تبعد عن الكلام ده. انا بحب الطالب وبحب الانسان اللي له شخصيه في اي حاجه. له شخصيه في اكله، في شربه، في لبسه، في كلامه، في الفاظه. مش اي كلام طالع جديد يقوله ما هوش فاهم هو صح ولا غلط. مش اي لبس طالع جديد كده وموضه يلبسه ما هوش عارف هو صح ولا غلط، ما هوش عارف حتى هو حرام ولا حلال. غلط. قابليه للاستهواء ده عيب فيك انت، من العوامل الذاتيه الداخليه اللي في بنيه الانسان وفي تكوين الانسان، وانت السبب في ان انت تقع في الغلط، لانك فيك خصله غلط اسمها القابليه للاستهواء. لازم تبقى شخصيه مستقله. 3. التسرع في الحكم. ان انت تنتقل في الحكم بسرعه، تحكم بقى. التسرع في الحكم والله نفس اللي انا قلته. يا جماعه ما تتسرعوش. ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا فتأكدوا. يعني ايه؟ يعني هفترض ان انت بتسمعي المحاضره دي اول مره تسمعيه، 5 دقايق قلتي ملوش حل، بيبخ نار من بقه، حفيد ارسطو. لا استني شويه، ما يمكن انا شاطر في الحصه دي بس. احضري مره واثنين وثلاثه، ما يمكن بعد كده ما بعرفش حاجه. او سمعتي فقلت هو ايه ده قاعد لا ومش عارف يقول اي كلام. طب استني بس كده، ما يمكن الدقيقه دي بس وبعد كده تلاقيه افضل. انت بتقول على نفسك ليه؟ ما انا هاخد بقى المثال واقول طبقه على حياتك كلها. ما تتسرعش في الحكم. انا بقى بقول لك انا بتسرع في الحكم كتير، اتسرعت في الحكم. دي خصله فينا، خصله جبليه في تكويننا، عشان ربنا قال فتبينوا. اتاكدوا الاول، ما تتسرعوش. كتير من الطلبه كانت تجي لي السنتر، بنت داخله او ولد، اقول ده مش هيكمل معايا، شكله متدلع كده مش بتاعي. ابراهيم هنداوي بتاع الشطار. وافاجئ انه ولد شاطر جدا ومؤدب جدا وحبني جدا وانا حبيته جدا جدا، وبعد ما خلص من عندي وهو في الجامعه وهو على تواصل معايا. انا اخطأت. حد تاني يبقى قاعد قدامك وانت بتشرح يقعد يعمل لك كده. طبعا انت تتخدع وتقول بس
الواد ده مركز والبنت دي مركزه جدا، فجاه قام قايل هناك في السنتر ما تقولي كنت بقول ايه، تقول ايه، بتقول ايه، قول تاني كده. ده انت مش معايا، ده انا اتسرعت في الحكم وكنت متخيل ان انت ايه، انت قاعده مركزه. لا، ما تتسرعش في اصدار الاحكام، لازم يكون في مقدمات، وعلى قد المقدمات تطلع نتيجه. بدوق حاجه ما تتسرعش، دوق مره واتنين هتلاقيها بقت افضل معايا. ما تتسرعش في الحكم على اي شيء، ركز معايا كده. تعال، بيقول لك قد يقع الفرد في اخطاء التفكير. واحنا هنحفظ ده؟ ما عنديش حفظ، انا عندي فهم. انا دلوقتي بقول انت راجل اتسرعت في الحكم، بدي عوامل ذاتيه خاصه بالانسان داخليه. لما انا اقول لك كده التسرع في الحكم على بلد ما، بلد اتسرعت وقلت بانهم لصوص حراميه لمجرد التعرض لحادث سرقه. انا رايح اعذب بلد وحطيت ربنا يعزك الجزمه الشوز بتاعها كده في مكان في المسجد، صليت طلعت ما لقيتوش، بلد حراميه، انا غلطان. مش ركز بقى، مش انت خدت معايا في المحاضره الاولى ان المنطق بيقول ننتقل من الحكم على الكل الى الجزء الذي يندرج تحت، ما قالش من الجزء الى الكل. لا يمكن الحكم على الكل من خلال الجزء. يعني ايه؟ يعني مش عشان جزء واحد سرق جزمتي اقوم قايل كل البلد حراميه، لا. ولا حتى بالايجاب، واحد فيهم اكرمني وغداني عنده في اليوم ده البلد دي كلها كرمه وناس طيبين، لا. وقع مني حاجه فاللي ورايا اداني البلد دي كلها ناس طيبين ما فيهمش حراميه، ده وقع مني كذا وما شفتوش وجري ورايا واداهوني تاني، لا. اذا كان يمكن الحكم على الجزء من خلال الكل، لا يمكن الحكم على الكل من خلال الجزء. خلاص؟ يعني انا دلوقتي قدامي حاجات كتير، بدوق حاجه قمت قايل كله حلو، لا، ما تدوق تاني يمكن ده، لانهم مختلفين. مش معنى ان انا اتعرضت لحادث سرقه في مكان معين يبقى كل البلد دول لصوص، او حد فيهم اكرمني اهو بعمل بايدي واحد من ضمن 1000 يبقى كلهم كرمه، لا. لا يمكن الحكم على الكل من خلال الجزء، انما يمكن الحكم على الجزء من خلال الكل. زي ما قلنا كل المدرسه نجحت في المحاضره الاولى وانت جزء يبقى انت نجحت. طب اعكسها، طب لو انا جبت لك نتيجتك بس لوحدك من الكنترول وانت جزء من المدرسه، ينفع اقول كل المدرسه نجحت؟ لا. طب كل المدرسه سقطت؟ لا. حكم المدرسه مجهول ما اعرفوش ليه، لا يمكن الحكم على الكل من خلال الجزء. فالراجل بيقول لك هنا ما تصدرش احكام متسرعه غير مدروسه، لازم تركز. لذلك العيال اللي بتتسرع والطلبه اللي بتتسرع في الاجابه دي بتقع في غلط رهيب. يقوم لسه بقرا السؤال اقول ويقوم قايل، لا، يبص يلاقي السؤال بيقول ايه، يخالف هذا، يا نهار ابيض ده عايز يعكس الاجابه، يتناقض هذا مع ده عايز يعكس الاجابه، بس الباشا اتسرع فانا مش عايزك تتسرع. خلاص كده. طبعا انا ما بحفظش امثله ولا بحفظ شرح، انا بفهم النظام الجديد كله فهم، افهم. فمديك مثال بيقول لك زي الطالب اللي بيتسرع في الاجابه على اسئله الامتحان، ده هيزيد من نسبه الوقوع في الخطا. واحد صاحبه خانه كذب عليه في حاجه فقال كل الصحاب كده، لا، ما تحكمش علينا من خلال واحد ضحك عليك. يلا اللي بعده عشان ما نقفش على حاجات سهله كتير. 4، ممكن يبقى فيك خصله وانت السبب في انك تفكر غلط. لما يبقى فيك ايه؟ متعصب. التعصب والتطرف، الشخص العصبي سريع الانفعال. تيجي تقولي لي مش فاهمه هو منفعل عليكي، انما التعصب هو الانحياز بشده لفكره فقط، اي حاجه تانية ما تسمع لهاش. شوف التعصب هو ايه؟ انحياز بشده لفكره دون سواها. زي ايه؟ برافو عليك، زي ما انت قلت كده، زي التعصب الكروي. تبص تلاقي نفسك متعصب للنادي الاهلي، متعصب للنادي الاهلي ضد الزمالك او العكس، ده اسمه تعصب. منحاز لنادي شايفه هو الوحيد اللي بيعرف يلعب وكل الباقي غلط، ده اسمه تعصب. قد يكون تعصب ديني، اتعصب لديانتي، متعصب لديانه معينه، او متعصب لفرقه معينه من الفرق الاسلاميه اللي انا بنتمي اليها، فده تعصب ديني. في تعصب عرقي، تمام، زي ما انت عارف العرق الآري والسامي واوروبا والعرب والمانيا تقول لك احنا اسياد الارض خلقنا اسياد الارض والعرب خلقوا عبيدا لنا، ده ايه اسمه؟ ايه
اسمه تعصب عرقي للعرق بتاعه، للاصل بتاعه. خلاص كده. قد يكون تعصب كروي زي ما انا قلت لك، اهلي وزمالك والكلام ده. فالتعصب هو الانحياز بشده لفكره بس دون سواها، كله غلط انا اللي صح. ده بايه؟ التعصب. امال التطرف هو ايه؟ التطرف انت شخص متطرف. متطرف يعني ايه؟ بص كده، التطرف اصلا عندي مشكله وفصل كامل في علم الاجتماع في ثانيه ثانوي. لما باجي اشرحه بقول ايه؟ بقول للطالب الديسك ده له طرف من هنا وطرف من هنا، واحد قاعد في النص اهو، انتوا قاعدين جنب بعض، ده اسمه طرف وده اسمه طرف. يعني الولد اللي قاعد هنا متطرف والواد اللي قاعد هنا متطرف. اللي في النص ده بنسميه معتدل او وسطي. اللي قاعد هنا لو زقيته هيقع متطرف، واللي قاعد هنا لو زقيته هيقع متطرف. لكن ده عنده مساحه يجي هنا شويه او يروح كده شويه ومش هيحصل حاجه ومش هيقع. اللي انا مثلته لك ده اسمه التطرف. لما يبقى عندك افوره مافور قوي، المغالاه مزودها قوي في تقدير الشيء، ده اسمه تطرف. لا المستر بتاع الفلسفه ما فيش غيره بفهم منه. ده بص واخد رخصه من اليونان، ارسطو جده. انت مزودها قوي. خلاص. الاكله الفلانيه ما فيش غيرها، المطعم الفلاني هو وبس، النادي الفلاني ما فيش غيره بيلعب كوره. اللي انت بتعمله ده اسمه تطرف. ما انت سايب فرصه لعقلك يفكر. شايف انت؟ يا على الطرف ده يا على الطرف ده، لو فكرت او اتحركت تقع. كن وسطي. لا انا عايزك متعصب قوي ولا متطرف قوي، لا انا عايزك بالموجب زياده عن اللازم ولا بالسالب زياده عن اللازم. انا عايزك شخص طبيعي ما عندكش اضطرابات. يبقى التطرف هو المغالاه والافراط في تقدير الاشياء. لذلك مشكله التطرف بتيجي منين؟ ان الشخص المتطرف بيصم اذنيه عن سماع وجهات النظر الاخرى، واللي هو شايفه بس هو صح والباقي كله غلط. كنت دايما اقولها في علم الاجتماع لتانية، اقول لهم ايه؟ اقول لهم عامله زي اللي هانت عليه نفسه ان يلبس حزام ناسف ويدخل يفجر نفسه في كنيسه. مين قال لك ان ده الاسلام؟ وازاي يا اخي هانت عليك نفسك انك تعمل في نفسك كده؟ وكل اللي احنا بنقوله ده غلط. ده هو بالنسبه له هو اللي صح، بس متعصب للفكره وما بيسمعش غيرها، ومتعصب بقوه فيها تطرف رهيب. ده اسمه تطرف فكري، ده مش فكر. مين قال لك الكلام ده؟ لا قرانك ولا السنه ولا نبيك قال لك كده خالص. معايا؟ متطرف قد يكون تطرف ديني، مش هاكل عند المسيحيين. مين قال لك؟ ده حبايبنا. مين قال لك الكلام ده؟ ربنا قال طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. انا هاجي اكل عندك يا جورج، بنت يا مارتينا، هاجي اكل عندك. ايه المشكله؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول في تطرف قد يكون تطرف ديني، تطرف سياسي، تطرف فكري، تطرف طبي. فالتطرف ده غلط. لازم تبقى شخص وسطي معتدل. طب لما ابقى متعصب لفكره ما دون سواها، وتعصب رهيب، متطرف بشكل اوفر قوي، بصم اذني عن سماع وجهات النظر الاخرى، لو اديت لنفسي ثانيه افكر هلاقي نفسي غلط. بس انا مانع نفسي افكر، مش شايف غير اللي انا شايفه، مش بسمع غير اللي على مزاجي واللي عايز اسمعه. ده يبقى عيب فيك، يبقى انت السبب اللي بيخليك تغلط. ده اسمه عوامل ذاتيه خاصه بيك. طب تعالى بقى نشوف العوامل الايه؟ الموضوعيه. ركز بقى يا بطل، ركز يا بطل، هتعجبك قوي العوامل الايه؟ الموضوعيه. نحذف ده كده ونسمع بقى مع بعض كده يا غالي العوامل الايه؟ الموضوعيه. العوامل الموضوعيه انا كنت قلت لحضرتك ان العوامل الموضوعيه بنسميها الخارجيه، مش بايدك يعني غصب عنك. خلاص؟ العامه مش بتاعتي، لا اسال عنها. زي ايه؟ ايه اللي في المشكله؟ الاربعه اللي احنا خدناهم قبل كده. ركز. الاربعه اللي احنا خدناهم قبل كده كان اسمهم العوامل الايه؟ الذاتيه، الخاصه بمين؟ بالشخص. مين مسؤول عنهم؟ الانسان. صفات فيك، خصله فيك، عوامل فيك، هي اللي بتخليك تفكر غلط. وممكن تفكر غلط وما تكونش انت السبب. هو كل حاجه انت احنا جايين عليك معلش. لا، ممكن يكون السبب المشكله، الموضوع اللي انا بدرسه في حاجات هي اللي مخلياني مش فاهمه صح،
فاضطريت افهمه غلط فحكمت غلط. طب تيجي نشوف العوامل الموضوعيه. اول عامل عدم الدقه في استخدام اللغه. يعني ايه الكلام ده؟ لما في حاجات في اللغه بتخليك تفهم غلط، لذلك بيقولوا ايه؟ لكل مقام مقال. واحنا نعرف ان اللغه فهمها من خلال السياق، الكلمه. حتى في الانجليزي عشان تعمل ترجمه، تعمل جاسن كده، بيجي من خلال الايه؟ ايه؟ انك اللي قبلها واللي بعدها السياق. فعدم الدقه في استخدام اللغه ممكن يخلي الناس تفهم غلط. صح كده؟ لازم اختار اللفظ المناسب في المكان المناسب. مهم جدا. لذلك القرآن وصف بالبلاغة ليه؟ لأن ألفاظ القرآن دقيقة جدا. شوف كده، عدم الدقة في استخدام اللغة يرتبط التفكير باللغة، ماشي، ويعبر الإنسان عن فكره باللغة، صحيح. أنا لو بفكر وما بتكلمش، سألتني سؤال ووقفت أعمل كده، أنت تقدر تعرف أنا فهمت السؤال ولا لأ؟ طب أنا هجاوب صح ولا غلط؟ لأ، لأن اللي هنا هترجمه عن طريق الإيه؟ هيترجم ويطلع على هيئة ألفاظ، ماشي. فأحيانا اللغة ما بتكونش واضحة فبتخليك تفهم غلط. ليه؟ لأن أنا عندي ألفاظ. شوف كده، لما أقول سأشتري شراب، شرابا دي شراب اللي أنت بتلبسه في رجلك، ولا شراب حاجة تتشرب عصير؟ خلاص؟ يبقى أنا عشان أفهمها سأشتري شرابا لأنني عطشان. إيه المشكلة؟ سأشتري شرابا لأن جسمي يحتاج إلى سكريات، يبقى أنا هفهم إنه عصير، صح كده؟ غير لما أقول سأشتري شرابا يتناسب مع لون اللبس، يبقى أكيد هيشتري شراب من اللي بيتلبس في الرجل. وفي ألفاظ لها أكثر من معنى، مثل الجبن. الجبن ممكن يكون الخوف أو الجوع الشديد، الطعام. ألفاظ لها أكثر من إيه؟ من معنى. زي إيه؟ زي كلمة عين، أو خد كمان المثال ده واكتبه عندك. عين ممكن تكون حرف الهجاء اللي هي عين ده اهي، وممكن تكون بئر ماء، وممكن تكون عين يعني جاسوس، وممكن تكون عين يعني الحاسة، عين حضرتك الزرقاء الجميلة دي. شفت بقى؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الفاظ اللغة بتحمل اكتر من معنى، فانا لازم اركز ايه المعنى اللي انا هختاره عشان الناس تفهم. انا عندي في علم النفس باب اسمه العمليات المعرفية، بدرس اول درس فيه اسمه الاحساس. فانا بتكلم عن الحواس اللي ربنا خلقها لنا. فلما اقول خلق لنا الاذن والعين، اقصد عين هنا ايه؟ اكيد الحاسه، صح؟ طب لو بعلم طفل صغير الكتابه، اكيد العين اللي اقصدها. طب لما اشتري ارض كده في وادي النطرون كده واقول له بعدين احنا عايزين نحفر عين هنا، يعني بئر ماء. طب لو ظابط ويقول لك ما تقلقش اللي هيحصل هناك احنا هنعرفه، انا ليا عين هناك، عيوني هناك، يعني رجالتي هناك، جاسوس بيبلغوا. خلاص كده؟ يبقى لكل مقام مقال. فانا ممكن افهم غلط لو استخدمت الكلمه في غير مكانها. انا وانا بكلم الطلبه عن الحواس اللي ربنا خلقها، ما عوضش عنها بحرف العين ولا عوض عنها ببئر ماء. لكل مقام مقال. فعشان تفهم صح لازم تستخدم اللغه بدقه عشان تتفهم صح. مهم جدا النقطه دي. خلاص كده؟ طيب، أم قال لك كمان وفي ألفاظ لها مدلول واحد، اكتب فوقيها لها أكثر من مسمى. لها أكثر من مسمى. زي كلمة أسد، لها مسميات كتيرة: الليث، الغضنفر، الدرغام، إلى آخره. القسورة بالسين ذكرت في القرآن، ربنا قال فرت من قسورة، كأنه خايف وبيفر من الأسد. طب ايه المشكلة هنا؟ يعني ايه اللي ممكن يخليني افهم غلط؟ لو استخدمت كلمة في غير مكانها، زي احنا مشهور عندنا في مصر الاسد، ولو حد يعني شوية يقول لك الليث، والليث دي بالعافية نبقى عارفينها. لكن لو انا افترضت ان انا قابلت واحد قلت له انت كالدرغام، هيقوم مديني بالقلم على وشي. ليه؟ فهم غلط، صح؟ انت غضنفر، هيقوم برضه شاتمني، فهم غلط. زي المثال القديم كان عندي يقول لك
الهاتف من اسمائه التليفون او الهاتف او المسرة في بعض الدول. خلاص. على فكرة عدم الدقة في استخدام اللغة ده بيخلي الناس تفهمك غلط فعلا، او انت وانت بتقرا حاجة مش دقيقة تفهم غلط. في واقعة شهيرة قوي قوي كنت انا قلتها قبل كده على التلفزيون مباشرة وانا بشرح لسنة ثالثة الحتة دي. كان في، ركز معايا، كان في واقعة معروفة قوي، عامل مصري كان هيقتل عامل عراقي هناك. ايه اللي حصل؟ العراقي يا سيدي شتمه وقال له ينعل ربك. شايف انت عملت ازاي؟ ايه ده؟ اعوذ بالله، ليه كده؟ لا على فكرة. فوجئ بعد كده ان كلمة ربك يعني اللي رباك، يعني اهلك، يعني شتمه وقال له ينعل اهلك. ايوه بس احنا عندنا في مصر جدع، او دي اللي انا عايز اوصلها لك. طالما انت قلتها يبقى انت فهمت. احنا عندنا في مصر اهلك ما بنقولش ينعل ربك. فالكلمة اختلاف المعنى من دولة لدولة يخليك تفهم ايه غلط. بلاش كده. انا لما رحت في اولى اداب سوهاج، رحت في سوهاج سنة، واتشرفت طبعا ان انا حضرت هناك سنة وجيت هنا تاني. خلاص، جيت هنا اداب كفر الشيخ. خلاص كده. هناك، والناس اللي هتسمعنا في الصعيد هيقولوا كلامي صح، وانا على طول بروح الصعيد، كل محافظات الصعيد بروحها في القوافل التعليميه. كلمه ظبط يعني وسخ، يعني ظبطها معناها في الصعيد في سوهاج يعني وسخها. اللي انت بتقوله ده اسمع. اول ما رحت هناك، طالب طالع من ثالثه ثانوي، ورحت هناك، وطبعا بيني وبين كفر الشيخ 12 ساعه بالقطر. ده سفر بقى، شغل البدر بدار ورفيع بيه، وشغل بقى ايه مرعب ايام زمان. كانش بقى النت وبتاع والكلام ده، لا. فانا هنزل مره واحده في الترم، فصاحبي هناك من الصعيد من سوهاج اخدني وراح بيا للمغسله اللي جنب السكن، وقال له ان ابراهيم من كفر الشيخ وكده، وهيغسل معاك وحاجات زي كده. فانا كل شويه اقول له، هتسحب من لساني واقول له ايه، بص بقى، خلي بالك، انا عايزك تاخد بالك، ها، يعني القميص ده كده تكويه وتظبطه، البنطلون ده خد بالك منه لانه قماشته خفيفه قوي ممكن تتلسع من المكوى، ها، انا عايزك تظبطه. كل شويه زميلي يخبطني في رجلي. بعد ما طلعنا بقول له في ايه؟ قال لي ايه يا ابوي؟ وانت كل شويه تقول له ظبطه ظبطه؟ قلت له اه، ما انا اقول له وسخه. قال لي ما هي ظبطه هنا يعني وسخه. هو انت مش معانا في المطبخ، مش معانا في الشقه، وبتسمعنا بنقول في المطبخ الاطباق ظبطه يعني وسخه، مش نظيفه يعني لسه ما اتغسلتش؟ قلت له اه. قال لي طيب، طب بقى كمل معايا كده، اضحك براحتك بس كمل معايا. ايه رايك اكمل السنه على مفهومي انا اللي في كفر الشيخ وفي وجه بحري، ان كلمه ظبطه يعني جمله هندمه نظمه، ولا اكمل وانا هناك على مفهومهم هم؟ برافو عليك، امشي على البلد اللي انا فيه، والا هيساء فهمي وهدخل في مشاكل كتير. يعني مثلا هو ينفع اروح اقعد مثلا اشرب حاجه واقوم قايل للراجل كوبايه شاي وظبطها؟ يعني وسخها؟ ما ينفعش. خلاص. عايز تقول كده ليه وبتحكي الموقف ده ليه؟ بنضحك بس وبنفك الحصه شويه، بس عايز اقول لك خد بالك ان الكلمه لابد ان تستخدم في مكانها الايه؟ الصحيح، والا هتتفهم غلط. تمام. وفي الفاظ ليس لها وجود في الواقع، مش موجوده اصلا، وبنستخدمها فبتخلي الناس تفهم غلط. الغول مش موجود، العنقاء، التنين، هو ايه الحاجات دي اصلا مش موجوده، فاستخدامها بيخلي الناس اللي قدامك تفهم ايه غلط. يبقى اول عامل من العوامل اللي مش خاصه بيك، اللي المفروض تاخد بالك منها وممكن تصعب عليك المشكله، ان الالفاظ المكتوبه تكون لها اكثر من معنى، لها اكثر من مسمى، او مش موجوده فبتخلي اللي قدامك يفهمك. تمام. لو هو بيقرا حاجه مكتوبه، او لو يسمعك بالطريقه دي فيفهمك غلط. يبقى اول حاجه عدم الدقه في استخدام اللغه من العوامل الموضوعيه الخارجيه اللي بتؤدي الى الخطا في التفكير. 2، نقص المعلومات. انا هنا بتكلم عن العدد، عن الكميه، عن الكم. ما هو نقص يبقى بتكلم عن عدد، نقص او زياده، فانا بتكلم في العدد. علاج الانسان لاي مشكله بيعتمد على كم المعلومات المتوفره لديه، صح؟ الكم، العدد. لو نقصت المعلومات بتاعه المشكله اللي قدامك هتبقى دي مشكله وهتخليك تفكر بطريقه غلط ومش هتساعدك. حضرتك زي ما قلت قبل كده، مساله رياضه طالب منك فيها طلبين، بس عشان يطلب الطلب ده كان لازم يقول في المعطيات كذا، ما قالش، يبقى المعلومات اللي عندي ناقصه.
ناقصة. يبقى النقص في العدد المعلومات، في عدد المعلومات، عدم كفاية المعلومات والمدلول هيخلينا نفكر بطريقة ايه؟ غلط. زي ايه؟ حصلت جريمة قتل، جريمة سرقة، بس المعلومات اللي واصلة لضابط المباحث قليلة، مش كافية. برافو عليك. ده يرجعني لأهمية المنطق في المحاضرة الأولى لما كنا بنقول من أهميته أنه يساعد الباحث على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة، الكافية والغير كافية. تمام. نقص المعلومات والتحريات لدى ضابط الشرطة لا يساعده على معرفة المجرم. رقم 3، الهيمنة، السيطرة أو السلطة. اكتب لي جنبها حضرتك أوهام المسرح. إيه اللي أنا بقوله ده؟ طب بس اكتب أوهام المسرح. إيه معناها أوهام المسرح؟ أوهام المسرح معناها، والنقطة دي معناها، إن إحنا كأننا عرايس على مسرح حد بيحركنا وإحنا لاغيين عقلنا. ده اسمه أوهام المسرح. حد بيمارس عليا سلطة، عشان كده سماها السلطة. حد بيسيطر على عقلي، حد مهيمن على عقلي، موقف عقلي، مخليني مش بسمع ولا بفكر إلا عن طريقه هو. طب وده غلط؟ غلط. بيقول لك أوهام المسرح الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان نتيجة التأثر بالمشاهير من مفكرين وفلاسفة وأدباء، فيأخذ ما يقولونه دون تفكير، وكأن عقله متفرج في مسرح بيشاهد الممثلين بس. شفت لما بنشوف مسلسل أو قاعدين كده في مسرحية، أو أنت بتتفرج على مسلسل في البيت، تبص تلاقي نفسك لو حاجة، موقف دراما كده وحاجة كده تخليك تعيط، تقوم أنت معيط وأنت عارف أصلا إن هو تمثيل. حاجة تخليك تضحك تضحك. ساعات بتدخل من بره تلاقي مامتك بتعيط، ايه في ايه؟ قتلوا مين؟ قتلوا مش عارف مين في المسلسل. قتلوا مين؟ كله تمثيل. احنا لو قلبنا على القناه الثانيه هنلاقيه بيرقص. بس انا المسلسل سيطر على عقلي كما لو كان حقيقه. دي مشكله بنعيشها. هرجع تاني واقول لك ان انت مالكش شخصيه، مش مستقل بتفكيرك، تابع لغيرك، وده غلط. من المشاكل اللي بتقابل الانسان اوهام المسرح، ان حد يمارس عليك سلطه وهيمنه، يبقى مسيطر على عقلك ما يخلكش تفكر. شوف بيقول لك ايه هنا: تمثل الهيمنه تقبل راي شخص له نفوذ وتاثير عليك من غير ما انت تفكر، انت تقبل. قالوا سمعنا واطعنا، لغي مخك، لغي عقلك، سواء بقى له تاثير عليك سياسي، اجتماعي، ديني، ثقافي، فني، علمي، طبي، قول. تسالني سؤال اقول لك غلط وهو صح، بس انا بسيطر عليك وانت لاغي عقلك وما بتراجعش اللي انا بقوله. ما انا ممكن اخطا عادي جدا، مانيش معصوم من الخطا، مانيش نبي، بس حضرتك ما بتشغلش عقلك، يبقى انا بمارس عليك سلطه علميه. تروح تكشف عند دكتور يقول لك عندك كذا كذا، تروح تعمل تحاليل، التحاليل بتقول مش موجوده الحاجه دي، يقول لك عندك، فانت تقول هو عمره ما تشخيصه بيكون غلط. تمام؟ هو ايه ده؟ لا طبعا. يبقى بيمارس عليك سلطه طبيه. خلاص؟ تروح تسال شيخ معين فيقول لك لا يجوز، خلاص لا يجوز يبقى لا يجوز، يجوز يبقى يجوز، ينفع ما ينفعش لا، اللي هو يقوله قالوا سمعنا واطعنا. رغم ان انا اقول لك القران بيقول، ووارد ان الشيخ يقطع، تقول لي لا 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 الشيخ فلان قال ما ينفعش يبقى ما ينفعش، ينفع يبقى ينفع. غلط برضه، بيمارس عليك سلطه دينيه. وده اللي حصل مع ارسطو في القرن ال17. علماء القرن ال17 رفضوا يصدقوا جاليليو رغم ان قال حاجات تثبت خطأ كلام ارسطو، ورفضوا يصدقوه، وكاد الامر ان يؤدي بحياته، كانوا يقتلوه اللي بيحبوا ارسطو. قالوا له ارسطو ما قالش كده. فهمني؟ فممكن يبقى في ناس بتمارس عليك سلطه دينيه، لما تلغي عقلك سلطه سياسيه، سلطه طبيه، علميه الى اخره. فالراجل هنا بيقول لك كده: رفض علماء القرن ال17 ان يصدقوا جاليليو على بعض الحقائق في حقيقه دوران الارض حول الشمس. ليه يا عم مش راضيين تصدقوني؟ قالوا له لا ارسطو ما قالش كده. هو ده. يبقى ارسطو هنا كان بيمارس عليهم ايه؟ حتى العصور الوسطى كان يمارس عليهم ايه؟ سلطه علميه. خلاص كده؟ يبقى خد بالك، لازم يبقى لك عقل، ولازم يبقى لك فكر، ولازم يبقى لك شخصيه، مش معاهم عليهم وتمشي ورا الناس وما انتش فاهم حاجه. ما تسيبش عقلك لواحد يسيطر عليه كده. اسمع ودقق في الكلام وافحص الكلام. طيب كويس. ايه كمان ممكن يخليني اغلط؟ صعوبه المشكله. علشان تحل مشكله
لابد أن تتناسب مع الإنسان مهنيا وعقليا، لازم الاتنين. أخوك الصغير تقولي له حرك الترابيزة دي وتقيلة جدا، أنت نفسك ما بتقدريش تحركيها، يبقى المشكلة صعبة عليه، هو ما قدرش، يبقى عشان إيه؟ عشان المشكلة صعبة عليه، تقيلة عليه الترابيزة، يبقى لا تتناسب معه مهنيا. أو بتديله مسألة من المسائل اللي هديها لك في المنطق وتقول له حل، او تدي له مساله من اللي بتاخدها في الرياضيات في اولى ثانوي وتقول له حل وهو لسه في رابعه ابتدائي 5 ابتدائي، خلاص ما عرفش، المشكله صعبه عليه لانها لا تتناسب معه عقليا. شوف اقرا كده، كل انسان له قدرات بتمكنه من التعامل مع المشكلات. المشكله بتبقى صعبه امتى؟ لما تبقى تفوق اعلى من المستوى العقلي عقليا والمعرفي مهنيا. لذلك يجب أن تتناسب المشكلة مع قدرات الفرد مهنيا وعقليا. شوف حتى بيقول لك مثال، الطالب اللي في كلية الطب لما يحاول يعمل عملية خطرة المريض طبعا مش هتنفع، لا تتناسب معه مهنيا تمام وعقليا. يبقى أنت هنا خد بالك إن إحنا أخذنا عوامل تؤدي إلى خطأ في التفكير، إما أن يسأل عنها الفرد لأنها خصال أو صفات فيه هو، او اما تكون خارج عنه يبقى اسمها عوامل موضوعيه اللي احنا لسه مخلصينها، زي عدم الدقه ونقص المعلومات وصعوبه المشكله والهيمنه والسيطره. ركز، اسمع المحاضره مره واتنين، ما عنديش حفظ، اياك تحفظ، افهم، تحفظليش امثله، افهم علشان لما نطبق مع بعض بنعتمد على الفهم ومفاتيح الحل ونواتج التعلم. انا ما بعتمدش على حفظ. نشوفكم على خير، شدوا يا ابطال. الحصه الجايه والمحاضره الجايه هنشرح بقى وبداية الجد قوي، هنتكلم عن حاجة اسمها الحدود المنطقية. اسأل اللي قبلك هيقول لك والله لو راقمت محاضرة من اللي جاية مش هتفهم لغاية آخر الترم لا مسائل في مربع أرسطو ولا هتعرف تحل مسائل قياس أرسطو. اشوفكم على خير، سلام عليكم.